مصر مش بس قلب الأمة، مصر دايما واقفة على حدود النار. مصر على 3 جبهات من نار، غرب من الجنوب من الشرق، أخطار بتتربص بيها من كل الجهات. الغرب حدودنا بتمتد لأكتر من 1000 كيلو مع ليبيا، صحراوية كبيرة، مسرح خصب للعمليات الإرهابية والجماعات الإرهابية والمهربين. لكن مصر دايما واقفة بالمرصاد، وصدت محاولات كتير لتهريب أسلحة تهدد الأمن الداخلي. ومن الجنوب حدود مع السودان بطول 1200 كيلو متر. الحرب هناك ولدت فوضى، نزوح وتهريب ومخدرات، ده غير مخاطر تسلل عناصر مسلحة. أي تهديد من الجنوب معناه تهديد الأمن القومي الداخلي المصري. الشرق فالجبهة الأكثر سخونة، الحدود من 48 مع إسراء وغزة، اشتباكات دوامة من نار دايما شغالة، ومصر دايما واقفة وسط دايرة النار، دايما بتلعب دور ركيزة استقرار المنطقة. مصر صحيح محاطة بالمخاطر، ولكن استقرارها في جيشها ووعي شعبها، وإن حدودها مش مجرد خطوط مرسومة على الخريطة، دي خطوط مرسومة بالدم بترسمها تضحيات أبطالها. وعشان كده دايما لازم نقول تحيا مصر.